السلام عليكم. إذا تم الطعن في سيادة الصين على تايوان، فإن القواعد الأمريكية في اليابان وكوريا الجنوبية ستعتبر أهدافا مشروعة. بكين لن تتسامح مع التدخل الأجنبي. طبعا هذا وزير الدفاع الصيني يتكلم عن حاجة حنا ما عمرنا سمعناه أو شفناها في بلادنا العربية، شيء اسمه السيادة. السيادة هذه تكون عند الدول المستقلة بشأنها السيادي والسياسي وقراراتها، لا تأخذ أوامرها من دول أخرى مثل الجرابيع اللي عندكم 22 حظيرة. عظيم عظيم. طيب هذا ليش مهم؟ مهم لأن العالم كله الآن مرتبط ببعض. اللي قاعد يصير في فلسطين قاعد ينزل ناس من عروشه في أوروبا، قاعدة تعلق صورهم عشان جرائم الحرب وعشان الإبادة اللي قاعدين يدعموها. اللي في غزة قاعد يصير، قاعد يهز أمريكا وقاعد يهز بريطانيا، واللي في الصين حيصير برضو هيهز الاستقرار العالمي، وحيفتح الصراع على الحرب على مصراعيها، وسيخف الضغط يمكن قليلا عن أهلنا في غزة إذا ما التهت أمريكا في تايوان أو غيره. لكن نرجع نقول أيضا مرة أخرى، حسب ما تعلموا هم من الحرب العالمية الثانية، أنهم يصدروا كل مشاكلهم على الدول العربية. هل يستطيعون تصدير مشكلة تايوان على الدول العربية؟ هذا اللي حنشوفه أكيد في الأيام الجاية. طيب عندنا مصر طبعا صجت أهلنا من أمس، رموا مساعدات على أهلنا في غزة. أنتم عارفين المساعدات يرموها على رؤوس الناس عشان تخلص منهم، وتصوير، وهات لك يا تصوير. يكرموا الغزاوي قال يعطوه ويصوروا. يعني أكبر دليل على النفاق الولد مليكة هذا إن المعبر فاتح عندك، والشاشات أو والشاحنات عفنت على المعبر. ليه ما دخلتها على الفلسطينيين بدل ما ترموا عروسهم وتذلوهم بهذا الشكل؟ ولا عشان انتم والصهاينه متفقين مع ابو الشباشب وين ترموا له المساعدات اكثر عشان يروح ياخذها ويسرقها عشان يبيعها على الغزاويين بالسعر الاضعاف 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 عشان يصرف على نفسه وعلى عصابته اللي معاه، والباقي فتات الفتات على الفلسطينيين اللي يمكن 4% منهم عشان يعيشوا والباقي ما همكم. وهذا إثبات أيضا، تشوفوا الجانب المصري كيف أيضا هو مع خطة نتنياهو مع تل أبيب. إيش ما قال؟ يعني كلمته أنه نحن لا نريد تهجير أهل غزة من أجل المشروع الفلسطيني كذاب. هو يبغى بس على الراس زيادة، وكمان ما يبغى ياخذ 2 مليون، يبغى يخفوا ال 2 مليون في المجازر ويخلص عليهم النتن. بعدين يقولون بفتح لكم شوية من سينا، يلا تعالوا وبصوا بقى ادوني على الراس 700 ألف جنيه، مش أقل من كده. أما عباس في المتراس، عباس متجه للانتخابات الأخ وما لي يده. والمشكلة أنه نفس النغمة نفس الديباجة عند عباس وعند عوني وعند السعودي وعند الخليجي، ما حتى القطري، وعند القطري نزع السلاح. كلهم يبغوا نزع السلاح. حتى عباس اللي تحت الاحتلال يقول لك لا يكون السلاح إلا بيد الدولة. الدولة هي نفسها اللي خلصت على نزار بنات، الدولة هي نفسها اللي تنسق أمنيا وتسلم الفلسطينيين، الدولة هي نفسها الفلسطينية تحت محمود عباس الضفة اللي يدعموها حكامكم عشان تخلص على المقاومة الفلسطينية. واللي في لبنان لسه أنيل وألعن عون هذا دامبي، يبغى المقاومة برضو في لبنان تسلم سلاحها. إحنا لسه ما سلمناكم سلاح وشفنا النون وما يعلمون منكم. تبوا المسلم يسلم سلاح عشان يذكيه الصهيوني على القبلة؟ وش تتعاطوا أنتم بالضبط؟ وش تتعاطوا؟ هذا هو الحين عباس عيني عينك يطالبهم بإيش؟ التخلي عن سلاحهم. وأخيرا إيران، لا مش أخيرا، في ترامب حقول لكم عنه حاجة. إيران تقول لك لن يكون هناك تفاهم ما دام ترامب يوصي أو حريص على إيقاف تخصيب اليورانيوم. وهذا الكلام في سيادة يا جماعة الخير. في مشروع اشتغلنا عليه 45 سنة، نو واي، مستحيل، لا يمكن أن تتخلى عنه إيران. فهم حاطين العقدة بالمنشار، هذه العقدة وهذه إيران. طيب كل شوية يخوفوا فينا البعبع الإيراني، كل شوية البعبع يا ويلكم بنهدد إيران. طيب أنتوا لو قادرين على إيران اشتغلتوا عليها،
أنتم لو قادرين على سيادة إيران وعلى قوة إيران اللي صفيتوا منهم كثير علماء وقيادات ورئيس الدولة بنفسه كبره صفيتوه، ولا زالت هي مستمرة، ولا زالت هي مستمرة على حقها السلمي في تخصيب اليورانيوم وتطوير بلدها. كمان ترامب الآن تتذكروا لما قلنا لكم عن فضيحته مع أبستين والملفات اللي ما يبي يطلعها، ولما صار ينكر ويجحد يعني مسكوه متلبس وينكر بعد. الحين زيادة عليه، زيادة عليه، قاعدين يحققوا ليش ترامب كان معصب أمس في البيت الأبيض على موضوع أبستين لما شاف في أحد البرامج يقول لك استشاط غضبا وصوته وما صوته. أيوة، ليش تقولين هذا الكلام يا عليا؟ أقول لكم هذا الكلام لأن اللي سرب أنه من داخل البيت الأبيض معصب وزعلان يوصل لك معلومة أنه ترامب مش بس مخترق ترامب غير مرغوب فيه حتى من الناس اللي حواليه. هاي التسريبات جدا مهمة، وهي حتيجي على راس ترامب وحتيجي على راس كير ستارمر وحتيجي على راس كل اللي دعموا الإبادة الجماعية. اليوم في مترو لندن منتشرين صور كير ستارمر وديفيد لامي وزير الخارجية، لسه حيطلعوا كمان صور كل اللي شجعوا على الإبادة ومكتوب wanted، مطلوبين للعدالة. تل أبيب قاعدة ترقص رقصة الطير المذبوح، يعني تفرفر، شايفينها في علوها الكبير وشايفينها في كذا، وشايفين حكامكم العرب يسكروا الطرق التجارية ويسكتوا المظاهرات ويسكتوا الناس لا تطلع، ما يبغوا إزعاج للنتن، منتهي. الغرب شايل إيده منه، الشعوب قلبانة عليه كلها، السياسيين قاعدين يتخلوا شوية شوية ما لنا دخل فيه، طيب، ويخترعوا قصص. ساقط هذا الاحتلال. الرفرفة اللي قاعدين نشوفها والعلو هذا عند البدو يسموها زهوة الموت، يعني قبل الواحد يموت يورد موردة تل أبيب، موردة. لكن كل الكرة الأرضية تعمل على إسقاطها وسوف تسقط، وسوف نراكم بعد قليل في بث